من كام شهر عملنا فيديو شرحنا فيه كل ما يخص قراءة الخط جوه صفحة الراوتر، وازاي تعرف السرعة اللي واصلة ليك واقصى سرعة يتحملها خطك والتشويش اللي على الخط والمسافة اللي بينك وبين الكابينة. بس بعد الفيديو ده ناس كتير قالت لي يا انيس احنا فهمنا ازاي نعرف حالة الخط بتاعنا. دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه الطرق اللي نحسن بيها حالة الخط ده علشان نخلي الخط مثلا يتحمل سرعات اعلى، نقضي على عدم الاستقرار، نقلل التشويش. وعلشان كده انا عملت الفيديو ده النهارده عشان اعرفك كل العوامل اللي ممكن تأثر على الخط بتاعك، وايه الحاجات البسيطة اللي انت ممكن تكون مش واخد بالك منها ولو عملتها هتفرق معاك بشكل كبير. فبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وتنسى تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. في البدايه كده وقبل ما نبدا انت لازم تشوف الفيديو اللي فات اللي شرحنا فيه كل حاجه تخص الخط الارضي من جوه صفحه الراوتر، عشان تفتح كده صفحه الراوتر تبقى فاهم حاله الخط بتاعك عامله ايه وكل تفاصيله، علشان لما تسمع الحلول اللي احنا هنتكلم عليها النهارده تبقى عارف فعلا الحلول ديت انت هتعملها علشان تعمل معاك ايه في الخط، وهل خطك محتاج الحلول دي ولا لا. فلو انت ما شفتش الفيديو اللي فات انصحك جدا ان انت لازم بعد ما تشوف الفيديو ده هتلاقيني سايب لك في الديسكربشن تحت الفيديو اللي فات اللي هو كنا اتكلمنا فيه وشرحنا فيه ازاي تعرف حاله خطك من صفحه الراوتر علشان تبقى فعلا فاهم كل التفاصيل وعارف كل حاجه. في البدايه كده تعالوا نعرف ايه اللي بيحدد سرعه الانترنت اللي هتوصل لك من الكابينه اللي هي قريبه منك لحد البيت عندك او لحد الراوتر عندك. قبل ما نتكلم عن الكابلات والسلوك والحاجات ديت لازم نعرف المود اللي الراوتر بيشتغل عليه او المود اللي الدي اس ال بيشتغل عليه. انت عندك في كذا مود موجودين، اشهرهم واللي شغالين عندنا دلوقتي واللي احنا بنستخدمهم دلوقتي هو الاي دي اس ال، وبعديه الفي دي اس ال، وبعد كده السوبر فيكتورينج. يعني مثلا الاي دي اس ال اللي هو ما بقاش موجود عند معظمنا دلوقتي ده بيقدر ينقل من الكابينه او من البورت بقى، سواء البورت ده في الكابينه او في السنترال زمان، لحد 4 كيلو، وعلى فكره ممكن يوصل لاكتر من كده كمان، ولكن طبعا كل ما بتبعد الداتا بتاعته بتقل. بس للاسف المود ده اخره 24 ميجا، وال 24 دول ممكن تاخدهم لحد كيلو كمان من السنترال، ولما بتبعد مثلا 2 كيلو ممكن يبقى اخره 20 ميجا 18 ميجا، طب كمان بقى المسافه 3 كيلو يشيل 16 ميجا وهكذا. انما بقى الفي دي اس ال بيشتغل على تردد اعلى شويه اللي هو 17 ميجا هرتز اللي هو على البروفايل 17 اي، وبالتالي يقدر ينقل لك داتا ريت عاليه 17 اي يوصل لك مثلا علميا او يعني الكلام اللي الشركات بتقول عليه لحد 100 ميجا. بس طبعا المسافه بتاعته اقصر بكتير فعلا من الاي دي اس ال، يعني هو علشان تاخد فعلا السرعه ال 100 ميجا ديت لازم يبقى بينك وبين السنترال لا يتعدى 300 400 متر، عشان ده لو وصلت لك حتى 100 ميجا. ولما بتبعد عن السنترال او عن الكابينه مسافه اكتر من كيلو الدنيا بقى خلاص بتبدا ان هو يقل جدا ويوصل ل 20 ميجا 24 ميجا، فيبقى يعني كيلو 400 متر كده، كيلو ونص، هيبقى زيه زي الاي دي اس ال، مش فيش فرق بينهم. والبروفايل اللي بعد كده اللي هو 35 بي او السوبر فيكتورنج اللي هو بيشتغل على فريكوانسي 35 ميجا هرتز. ده بقى يعني لازم تكون لازق في الكابينه حرفيا، انت لو بينك من الكابينه اكتر من 200 متر فمش هتستفيد حاجه بالسوبر فيكتورنج او ال 35 بي، لان هو زي ما قلنا قبل كده علميا البروفايل ده يقدر يوصل ل 300 ميجا، ينقل لك داتا لحد 300 ميجا، ولكن المسافه بينك وبين الكابينه ما تعديش ال 150 او ال 200 متر بالكتير قوي. اكتر من كده فمش هيبقى في اي فرق بينه وبين ال 17 اي، وهتلاقي الدنيا ماشيه عادي جدا بنفس المقدار اللي ال 17 اي هينقلك بيه. عشان انا بلاقي ناس كتير بتسالني تقول لي يا انيس انا دلوقتي الراوتر بتاعي يقدر يتحمل مثلا سرعه 70 ميجا او 80 ميجا على البروفايل ال 17 اي الفي دي اس ال العادي، لو حولت بقى السوبر فيكتورنج وخليتهم يغيروا لي البورت السوبر فيكتورنج، هل ال 70 مثلا اللي وصل لي ديت ممكن تبقى 100 عشان السوبر فيكتورنج اعلى؟ لا، انت بما ان اصلا السرعه وصلك 70 فانت بعيد عن الكابينه، مش يعني مثلا المسافه كده تقريبا ممكن توصل 500 متر، فبالتالي لو اشتغلت سوبر فيكتورنج هتلاقي هي نفس ال 70، ممكن الموضوع لو اختلف هيختلف 2 3 4 ميجا زياده بالكتير قوي. طبعا مش محتاج اقول لك انت عشان تشتغل على اي بروفايل من البروفايلات ديت لازم البورت عندك في الكابينه يبقى بيسبورت البروفايل ده، سواء في دي اس ال سواء سوبر فيكتورنج، والراوتر عندك كمان اللي في البيت يبقى بيسبورت نفس البروفايل علشان الاثنين يشتغلوا مع بعض. فاول حاجه انت لازم تبقى عارفها علشان تحسن كفاءه الخط بتاعك ان انت تخش تبص على الخط عندك، لو لقيته شغال اي دي اس ال يبقى انت كده محتاج تغير البورت بتاعك او محتاج تغير الراوتر بتاعك او ممكن الاثنين مع بعض. بعد بقى ما عرفنا ان العامل الرئيسي اللي بيحدد السرعه اللي هتوصلك في الراوتر بتاعك هو المود اللي بيشتغل عليه الراوتر والمسافه اللي بينك وبين الكابينه، عايزين بقى نعرف ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا تخلي فعلا الكفاءه بتاعه الخط ديت ما تبقاش متناسبه مع البروفايل اللي احنا شغالين عليه او المود اللي احنا شغالين عليه. يعني نفترض احنا دلوقتي شغالين على في دي اس ال، المسافه بيننا وبين الكابينه مثلا 300 متر، ولكن الخط ضعيف، الخط فيه عدم استقرار، الخط فيه تشويش، مش قادر يشيل غير 30 ميجا بالعافيه، مع ان المفروض المسافه ديت الخط يشيل فيها 100 ميجا ويبدا الدنيا مظبوطه جدا. اول واهم مشكله بقى ممكن تاثر على جوده الانترنت والخط بتاعك هو نوع السلك وحاله السلك اللي واصل من البوكس لحد البيت عندك. عزيزي المشاهد لازم السلك اللي عندك يبقى السلك الاصلي بتاع المصادر الاتصالات، اوعى تستخدم كابل مش اصلي، ولا تجيب كابل يو تي بي بقى اللي هو كابل الانترنت العادي اللي فيه 8 اطراف وتعمل كل 4 مع بعض وتوصله في البوكس وترجعه عندك.
هيقلل كفاءة الخط عندك عن تجربة، واي كابل مش اصلي هيقلل برضو كفاءة الخط عندك عن تجربة. هل الكابل اللي مش اصلي ممكن يعمل عدم استقرار؟ لا، هو مش هيعمل عدم استقرار، بس هيقلل السرعة اللي تقدر توصل لك لحد الراوتر بتاعك. تاني مشكلة واهم مشكلة بقى، وهي لو انت الكابل عندك اصلي وكل حاجة تمام، بس الكابل ده مقطوع وفيه لحامات في الكابل. اللحامات بتبدأ تضعف في الكابل، وكمان لما بتأثر عليها العوامل الجوية مهما لفيت عليها ومهما قفلت عليها هيخش برضو جواها رطوبة ويخش جواها حاجات، طبعا باستثناء في حاجات كده معينة هم ممكن يركبوها تخلي الرطوبة دي ما تحصلش، بس هم ما بيركبوهاش. فأي لحام عادي تأكد ان هيخش جواه رطوبة ويضعف لك الكابل ويؤدي عندك لمشكلة عدم استقرار، هنتكلم عليها في الجزء بتاع عدم الاستقرار كمان شوية. تالت مشكلة ممكن برضو تأثر على كفاءة الخط بتاعك، وهو الفيش اللي بتبقى جوه البيت عندك. ما ينفعش ان انت تخلي كهربائي يجي يعمل لك الفيش بتاعت الحيطه كلها في البيت ويمشي لك سلوك جوه الحيطه، والله اعلم السلوك دي اصلا الكابلات ديت يعني اصليه ولا مش اصليه، يوصل لك كده دخله الكابل بتاع التليفون اللي جاي من بره في فيش الحيطه كلها. وطبعا فيش الحيطه دي كلها يعني بسم الله ما شاء الله ماشيه جنب كل كابلات الكهرباء جوه الشقه عندك، فتشويش بقى مع كهرباء مع حوارات كتير، والحمات بقى كتير علشان يوصل للفيشه اللي مش عارف فين انت مركبه مدخله منين وهيعدي على ايه. ما ينفعش الكلام ده خالص. كابل الانترنت او كابل سلك التليفون اللي طالع من تحت افضل حل ان هو يوصل في الراوتر مباشر، ولو عدى على فيش في الحيطه يبقى معدي على فيشه واحده بس، يبقى كده داخل لها كده من بره كهربائي كده خارم لها كده البتاع اللي في الحيطه ديت، كابل من بره داخل دايركت على الفيشه اللي في الحيطه ديت. ويفضل تكون فيشه للتليفون بس، عامل لها كده خرطوم من بره للتليفون بس، ما يكونش جنبها اي كهرباء. سؤال برده مهم ناس كتير تساله، طب استخدم روزيتا ولا استخدم RG11 ولا اعمل اللحام اللي هو الفني بيعمله لي ده؟ عن تجربه مفيش فرق بين الثلاثه، هما الثلاثه واحد، لان حتى لو عملت اللحام وانت جوه البيت ده ما بيبقاش معرض للرطوبه والعوامل الجويه، فما بيحصلش فيه مشاكل ان هو يضعف الخط بالشكل اللي انت اصلا تشوفه، مش هتلاحظ اي فرق. بس برضو طبعا يعني انصحك يفضل تركب RG11 ويبقى ما فيش اي لحامات. طب انت كده خلاص متاكد ان الكابل اللي جايلك من البوكس لحد البيت اصلي والدنيا تمام وما عندكش اي مشكله ومفيش فيش في الحيطه ومفيش لحامات والدنيا تمام وكله زي الفل، بس جوده الخط بتاعك برضو ضعيف ولا يتناسب مع المسافه اللي بينك وبين الكابينه، في الحاله دي بقى في مشكله رابعه، وهي ان البوكس اللي عندك تحت البيت يكون مفتوح. البوكس لما يكون مفتوح بيبقى معرض للعوامل الجويه والرطوبه والهواء والمطر والحاجات دي، لما تخش فيه تبدا تخلي الاجزاء اللي جوه اللي موصله السلوك في بعضها او اللي الفني بيخلي السلك يمسك عليها تبدا تصدي، ولما بتصدي بيبقى فيه سنه من العزل بين الكابل وبين البوكس نفسه اللي هو موصل للكابل الثاني اللي جاي من تحت الارض، فالخط عندك بيبدا يضعف وممكن كمان يدخلك في مشكله عدم استقرار. فتاكد ان البوكس عندك مقفول، ولو البوكس مفتوح تواصل مع الشركه، روح للسنترال، خش المدير وري له صوره البوكس، نزل بوست في الجروب، وانا اؤكد لك انت لو نزلت بوست في الجروب خلال 24 ساعه 48 ساعه بالكتير هتلاقيهم مغيرين لك البوكس. خامس مشكله برضو متعلقه برابع مشكله، حتى لو البوكس مقفول بس ممكن يكون العوامل الجويه مثلا نتيجه ان البوكس اتفتح فتره مخليه الكابل بتاعك مصدي او مش موصل كويس في البوكس، فديت انت بتجيب الفني تخليه يفك لك الخط كده من البوكس ويقصه ويوصله تاني عشان يبقى النحاس ماسك كده على البوكس وكل حاجه مظبوطه 100%. طب انت بقى عملت كل ده ومفيش برضو الكفاءه عندك مش مظبوطه وعندك عدم استقرار، عندك اي مشكله، ففي الحاله دي بقى لازم الفني هو اللي يحل لك المشكله دي. الفني هو لما يجي لك لازم تقول له بقى ان الخط عندك ضعيف، الخط مش مظبوط، هو بيبقى برضه عارف، فاطلب منه ان هو يغير لك الكابل بتاعك، يعني المكان الخط بتاعك في البوكس ممكن يكون الخط اللي انت شغال عليه هو اللي فيه مشكله فينقلك على خط تاني. البوكس بيبقى واصل في الكابينه الرئيسيه اللي هي الامسان، او ساعات بيبقى فيه كابينه في النص وبيبقى فيه حاجه اسمها الداخل والخارج، فسواء كده او كده خليه يغير لك الخط اللي انت شغال عليه في البوكس، وكمان يغير لك لو في كابينه تانية في النص من الكابينه القديمه ديت يغير لك الخط اللي بين الكابينه اللي في النص ديت وبين كابينه الامسان. انت لو عملت كل ده ولقيت برضه السرعه مش واصله لك كامله والفني بيقول لك ان الكابينه قريبه والمفروض فعلا يوصلك اكتر من كده، ففي الحاله دي بقى خلاص هي بتبقى مشكله في الكابل اللي تحت الارض للاسف، يعني ملهاش حل. او ممكن يبقى ليها حل بقى لو في مكان معين كان فيه لحام قبل كده الفني عارفه وتروح لمدير السنترال، هم بيقدروا يعرفوا الحاجات دي، بس بيبقى صعب قوي حلها، اللي هو الكابل اللي جاي لك في الكابل كله اللي جاي للبوكس فيه مشكله. في الحاله دي برضو بتلاقي المشكله مش عندك انت بس، بتلاقي عند كل الجيران او كل الناس راضيين من نفس البوكس. طب لو لقيت حد على بوكس جنبك او بوكس قريب منك والدنيا عنده مظبوطه، يبقى المشكله في الكابل بتاع البوكس بتاعك انت بس، مش كل الكابلات اللي جايه المنطقه دي. ممكن برضو تخلي الفني ينقلك على بوكس تاني. فركز كده بقى مع كل العوامل اللي انا قلت لك عليها، وحتى لو انت كفاءه الخط عندك مناسبه ليك ومش عارف ايه، بس برضو اعملها واكد عليها، واكد ان البوكس بتاعك مقفول، اكد ان الكابل بتاعك تمام ما فيهوش لحامات، اتاكد ان الكابل بتاعك اصلي، اتاكد ان مفيش فيش في الحيطه، اتاكد ان الكلام ده كله. خلي الفني يجي ينظف لك البوكس يظبطه، لو مفتوح تنزل بوست في الجروب، الكلام ده كله عشان تضمن اعلى كفاءه وافضل حاجه للخط بتاعك. انت لو عملت كل الخطوات اللي انا قلت لك عليها ديت وتاكدت فعلا ان كل حاجه مظبوطه 100%، هتاخد اعلى اداء ممكن تتخيله من الخط بتاعك،
ولو عملت كده هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا. في حاجه بقى مهمه جدا ممكن انت تلاحظها وممكن ما تلاحظهاش، وهي ان كفاءه الخطوط بتتغير بين الصيف والشتاء. يعني مثلا لو الخط بتاعك في الصيف يشيل 70 ميجا، ففي الشتاء ممكن تلاقيه بقى يشيل 80 ميجا، يرجع الصيف تاني يرجع كفاءته بقت 70 ميجا بس. وده بكل بساطه علشان الكابلات الكهربائيه او الكابلات اللي ماشيه تحت الارض او الكابلات النحاسيه ديت الاشاره بتتنقل فيها اشارات كهربائيه. وطبعا كلكم عارفين زي ما خدنا في الفيزياء زمان في المدرسه ان المقاومه بتزيد مع ارتفاع درجه الحراره، فبالتالي النحاس اللي هو الكابل ده لما درجه حرارته بترتفع فالمقاومه بتاعته بتزيد، الاشارات الكهربائيه ديت بتعدي بصعوبه اكبر لان في مقاومه اكبر، فالكفاءه بتضعف في الحر او في الصيف. ترجع الشتاء تاني تلاقي الدنيا معاك بقت افضل. بالنسبه بقى للتشويش اللي بيبقى على الخط، ازاي تقلل التشويش عندك على قد ما تقدر؟ بصوا موضوع التشويش ده انا شرحته تفصيليا في الفيديو اللي فات اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعه تحت، فلازم تشوفوه عشان يعني تبقوا فاهمين كل حاجه تفصيليا، ولكن هتكلم كده عن الموضوع بشكل مختصر. من الاخر اي خط في الدنيا لازم يبقى فيه نسبه تشويش. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على السرعه اللي واصله لك او اللي الشركه عاملاها لك من اقصى سرعه الخط يتحملها. يعني لو انت مشترك على سرعه 30 ميجا والشركه عاملاها لك 30 ميجا وخطك يستحمل 60، فالتشويش عندك هيبقى قليل. انما بقى لو خطك اصلا اخره يستحمل 40 وهي عاملاها لك 30، فالتشويش هيبقى اعلى. طب لو خطك يستحمل اخره 30 وهي عملتها لك برضه 30، فبالتالي التشويش هيبقى اعلى واعلى. كل ما بتقرب السرعه اللي الشركه عاملاها لك او البورت اللي الشركه عاملاه لك من اقصى سرعه خطك يتحملها، التشويش بيعلى. كل ما تخلي فيه براح كده بينهم والخط قوي فعلا وانت مخليه يتحمل حاجات بسيطه من اللي هو يقدر يتحمله، فبالتالي التشويش بيقل جدا. عشان كده تلاقي شركه الانترنت مش بتديك اقصى سرعه خطك يتحملها، بتديك 70% بس منها. لو خطك شيل 100 ميجا يقول لك ده اخره 70، لا ما تشيلش 100 ومش هينفع. حتى لو اشتركت في 100 هتلاقي السيستم الدي ال ام مش عايز يرفع لك ل 100، لا هو عامل لك 70 او 65 علشان يقلل التشويش فالخط يبقى مستقر اكتر. التشويش او النويز اللي بيبقى على الخط بتاعك ده تقدر تعرفه طبعا من صفحه الراوتر بكل سهوله، وطول ما هو فوق الستة فانت كده يعتبر ما عندكش مشكله. 6 يعتبر تشويش عالي، يعني يفضل ان هو يبقى فوق ال10 يبقى فوق ال12، ولكن هو لو 6 برده مش دي الحاجه اللي تخلي الخط بتاعك غير مستقر، هو يبدا يقع الخط يبقى غير مستقر لو نزل عن ال6. وفي حاله ان الشركه مديك 30% بس مش السرعه اللي انت مشترك عليها، يعني مثلا لو انت مشترك على 30 ميجا وخطك اخره 30، فهتلاقي الشركه مثلا مديها لك حاجه و20، فهتلاقي في الغالب النويز عندك او التشويش عندك في رينج 9 10، وده يخلي الخط بتاعك مستقر وما عندكش مشكله. ما تقلقش من الحته دي، كده كده الشركات هتظبطها لك. وعايز تحسن الموضوع ده وتخلي التشويش عندك يقل، زود كفاءه الخط، خلي الخط يتحمل سرعه اعلى وظبط كابلك ودنيتك وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت، وبالتالي الكفاءه تبقى اعلى من السرعه اللي انت مشترك فيها، فالتشويش هيقل. ونزل بقى التشويش اللي هو برضه بيسبب عدم استقرار، تعال نروح لاهم جزء واكبر مشكله بتواجه معظم الناس وارخم مشكله فعليا، وهي عدم الاستقرار. هو الانترنت يبقى شغال عندك كده وبدون اي مقدمات تلاقي لمبه الدي اس ال طفت ورجعت تعيد تشغيل وتنور تاني من الاول تاني. واول سبب لعدم الاستقرار هو زي ما قلت لك كده التشويش يبقى عالي، وان انت مثلا الشركه عامله لك البورت على 50 ميجا وانت خطك اصلا اخره 45 او خطك اخره هما ال50، فمع الوقت هتلاقي عدم استقرار. بس مش عدم الاستقرار اللي هو يعني ممكن تحصل كل دقيقه او كل دقيقتين، لا ممكن يبقى كل ساعتين ثلاثه كده الخط يرستر عندك مره، ممكن ساعات ما يرسترش يعني، بس يعني انا بقول لك الحاله اللي عليها مش هيبقى باحسن حاله، ودي ممكن تسبب عدم استقرار. ولكن اكتر حاجه بتسبب عدم استقرار وهي فعلا 99% من مشاكل عدم الاستقرار، وهي اللحمات اللي بتبقى في الكابل. الكابل لما بيبقى فيه اي لحمات، فلما بيخش فيها عوامل جويه بتبدا تصدي، الحاجات دي بتبقى معزوله او مش موصله، النحاس مش موصل في بعضه كويس، فده بيسبب عدم استقرار عندك. وممكن عدم استقرار ده اللمبه دي اس ال اصلا ما تكملش دقيقه دقيقتين 10 دقايق ربع ساعه ساعه بالكتير، كل شويه تقعد تفصل وتنور تاني. فاول ما يحصل عندك عدم استقرار لازم تتاكد ان مفيش عندك اي لحام في الكابل وواصل من البوكس دايركت لحد الراوتر عندك. طب هل الموضوع ده في الكابل بس يعني ممكن هو اللي يسبب عدم استقرار؟ لا، ممكن يبقى الصدى اللي في الكابل ده او عدم توصيل الكابل بشكل صحيح يبقى في البوكس نفسه، لو البوكس مفتوح او معرض للرطوبه او الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، فلازم برضو البوكس يتقفل وتخلي الفني يقصقص كده الكابلات ويدبسها من الاول تاني، كل حاجه تبقى تمام. هل في البوكس بس؟ لا، ممكن كمان في الكابينه. ممكن الكابينه يبقى الكابل مش متدبس كويس فيها، او ممكن في كابينه في النص مش واصل على الام سنه على طول، ممكن تبقى برضو كابلات مش متدبسه فيها كويس، فده هو اللي مسبب عدم استقرار. وممكن كمان لو عملت كل ده ولقيت برضو عندك عدم استقرار، ممكن يكون كابل من الكابلات اللي ماشيه تحت الارض او كابل اللي راح البوكس عندك او ايا يكن كان فيه لحام واتقطع قبل كده واتلحم الكابلات تحت الارض، فدخل لها رطوبه، دخل لها ميه، دخل لها اي حاجه، فخلت الدنيا مش موصله كويس على بعضها، فده هيسبب عندك عدم استقرار. من الاخر يعني واجمالا عدم الاستقرار ده هو لحام في الكابل، هو جزء في الكابل مش موصل كويس مع الجزء الثاني، فهو ده اللي بيعمل عندك عدم استقرار. وتلاقي الكابل عندك او الراوتر عندك بدا يعد اخطاء كتير جدا في فتره قليله. انت ممكن اصلا الراوتر يشتغل في دقيقه كده ولا دقيقتين تلاقي عد عشرات وبل مئات الالاف من الاخطاء. كل العوامل بقى اللي هي البوكس، الكابل، الكلام ده انت عارف انت هتتصرف فيه زي ما قلت لك في اول فيديو، ولكن لو كابل بقى تحت الارض هو اللي فيه مشكله فهتخلي الفني يغير لك على خط تاني. فملخص هذا الفيديو عزيزي المشاهد ان انت علشان تاخد افضل كفاءه من الخط بتاعك، وهو ان انت لازم الكابل بتاعك يكون جديد واصلي وما فيهوش اي لحمات وواصل دايركت على طول في الراوتر، البوكس عندك مقفول ومتاكد ان الكابلات فيه متدبسه كويس وما فيش اي صدى ولا اي حاجه. ولو لقيت حاجه
مش مظبوطه بعد ما عملت كل ده، فهتغير بقى، تخلي الفني يغير لك الخط اللي في البوكس بينك وبين الكابين. ومش شرط ان انت يكون عندك مشكله علشان تعمل الخطوات ديت، اعملها هتبقى افضل ليك، هتحميك من مشاكل عدم استقرار بعد كده، هتخلي الخط بتاعك جودته احسن والتشويش بتاعه اقل، هتخليك لو انت سرعتك مش واصله كامله هتوصل عندك كامله، لان انت لو دورت كده ونخورت كده في الغالب ممكن تلاقي عندك مشكله من اللي انا قلت عليهم دول وانت ممكن تكون مش واخد بالك منها. وكده احنا خلصنا. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم وتعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناه، وطبعا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To admit